متر مارس ذهب خالص. مايو يعمل برايو. الليل السود يترشق فيهم كل عود. متر افريل يطلع سبوله من قاع البيت. فلاحة. علوم إنسانية واجتماع. هذاك رسوم فهموا له جائنا. فهم الوجه إفس هشستي. كلنا بازر سمعنا من جدودنا كلام كيما الليل البيض، السود، العزارة، قرة العنز، جمرة الهوية، واللي هما بالأساس التقويم الفلاحي الأمازيغي اللي توا مازال معتمد عند الفلاحة التوانسة. ومن هنا نتفكروا رواية أبو بلعام اللي تفسر لنا شدة البرد. وبعد تيجي الصيف نوليو نسمعوا أو السوق غرة القايدة اللي هو الفائض نتاع الحرارة اللي يحرق اليابس والأخضر. يا سيدي يا بن سيدك، قبل في المجتمع الفلاحي كانوا يعرفوا تواريخ العام، مواسم الفلاحة، مواسم الزيتون والقمح بالخصوص. وبعد ما يكتسبوا جدة الأمثال والحكم من ثقافة المكان والإحساس بالزمان، ولاو يخاطبوا أحفادهم بلغة الفلاحين ووصول المزارعين. وهكيكا بدات تبني عندهم ثقافة استقراء أحوال الطقس والتقلبات الجوية بما يوافق الدورة النباتية. لين بشوية بشوية ولينا نحكيو توا على التقويم الفلاحي، ولينا زاد نلقاو التقويم هذا في الكالندرية المعلقة على حيوط الديار التوانسة اللي نعرفوها الناس الكل باسم اليومية العربية. نلقاو فيها الليل البيض اللي هي فترة بين 15 ديسمبر و 13 جانفي، يكون الطقس فيها بارد برشا في الليل ودافي في النهار. الليل السود بين 14 جانفي و 2 فيفري، يكون الطقس عكس اللي في الليل البيض، النهار بارد والليل دافي. وبعدهم تجي العزارة اللي تتواصل 13 فيفري. العزارة تقعد 10 أيام، الطقس فيهم لا هو بارد لا هو سخون. من جهة أخرى تتميز المخيلة الشعبية التونسية ثراء نادر في كل ما يتعلق بالأمثلة الشعبية الفلاحية المرتبطة تقريبا بكل شهر من شهور التقويمات الثلاثة، القمري، الشمسي والأعجمي، واللي ترتبط ارتباط وثيق بالدورة السنوية للكائن النباتي بصفة عامة والشجرة بصفة خاصة وشجرة الزيتون بصفة أخص. مثلا في الجنوب نقول مطر مارس ذهب خالص، يعني الأمطار اللي تصب في شهر مارس نافعة برشا خاطرها تزيد في حجم الثمرة وتقوي الشجرة. وشهر مارس المذكور مش الشهر الشمسي المعروف، أما هو الشهر الأعجمي اللي يبدأ في 14 من شهر مارس الشمسي. كيما نسمع البحارة في جنبة يقولوا حوت الزرايب يعبر الكاين، والزرايب هي جمع كلمة زريبة اللي هي واحدة من الطرق التقليدية للصيد البحري في جنبة كيما في قرقنا. الحوت يدخل الدرينة ما يموتش، يجي صيد يفرغ شبكته يلقاه حي، وبالتالي الحوت هكا صحي. هذاك علاش حوت الزرايب يعبر الكاين. معلومة، الزريبة تتصنع من الجريدة والعرجون وعندها برشا أسامي أمازيغية كيما الكميلة، لنوان، لاغير، أسامي ما نحبوهاش تندثر، نحبوها تقعد في الذاكرة لينا وصغار. إذا كان بحثنا اليوم. فهمت البحث؟